سبحان الخالق. تخيل معايا انت ماشي دلوقتي على طريق سريع، طريق طويل جدا، بس مهما كان طوله عمره ما هيتقارن بحاجه جوه جسمك. المعلومه الاغرب ان التمساح ما بيعرفش يطلع لسان. اما الصدمه بقى معلومات لازم تفتخر انك عرفتها النهارده. الجزء الثاني ومعلومه جديده تعال اقولها لك. يلا بينا. كنت تعرف ان القمر بيبعد عن الارض كل سنه 3.8 سنتيمتر؟ والمعلومه الاغرب ان التمساح ما بيعرفش يطلع لسان لانه مربوط في سقف حلقه. اما الصدمه بقى في سمكه اسمها السمكه البخاخه، لو اتعرضت للخطر بتنفخ جسمها اكتر من 3 اضعاف حجمها. كل يوم 23 سبتمبر من كل سنه السعوديه بتحتفل باليوم الوطني، وهو اليوم اللي اعلن فيه الملك عبد العزيز توحيد البلاد. والكلام ده صديقي سنه 1952 تحت اسم المملكه العربيه السعوديه. واليوم ده مش بس ذكرى تاريخيه، ده رمز للفخر والوحده والانتماء. والمدن بتتلون بالابيض والاخضر، والالعاب الناريه بتزين السماء. اليوم الوطني في السعوديه مش مجرد عطله، ده يوم بيحكي قصه وطن. انت تعرف ان النحل بيقدر يتعرف على وجوه البشر؟ يعني ممكن يميزك وسط الاف الاشخاص. عشان كده اسمع مني، لما تقابل نحله سيبها في حالها عشان مش هتسيبك. والمعلومه اللي هتصدمك ان اسرع عطسه في العالم وصلت ل 160 كيلومتر في الساعه، يعني توصل من بني سويف للقاهره في نص ساعه بس. طب كنت تعرف ان البشر بيتشاركوا اكتر من 60% من الحمض النووي مع الموز؟ قول لنا في الكومنتات. حاجه صغيره جدا لكن ممكن تغير شكل حياتنا وكوكبنا كله. مجتمع من غير بلاستيك. تخيل نفسك بتجري في ماراثون طويل، رجلك بتتقل وعطشك بيزيد والشمس ولع فوق دماغك، وفجاه حد بيديلك فقاعه شفافه صغيره تمسكها بين صوابعك وتحطها في بقك بتدوب فورا وتسيبك مرتوي. تفتكر ده مشهد من فيلم خيال علمي؟ لا، ده ابتكار حقيقي. كبسولات الميه الصالحه للاكل، حاجه صغيره جدا لكن ممكن تغير شكل حياتنا وكوكبنا كله. الغشاء بتاعها معمول من الطحالب البحريه وكلوريد الكالسيوم، يعني طبيعي 100%. حتى لو مرمي على الارض يا صديقي بيتحلل في كام اسبوع، مش زي البلاستيك اللي مالي حياتنا وبيقعد الاف السنين وبيلوث الارض والبحر. والاجمد بقى يا صديقي انها اتجربت في ماراثون لندن 2019، والمتسابقين يا صديقي كانوا بياخدوها زي الكنز الصغير اللي بينقذهم من العطش، وبيوفر الاف الزجاجات والبلاستيك. والفكره دي مش مجرد اختراع، دي رساله ان التغيير ممكن يبدا من فقاعه ميه. سبحان الخالق. تخيل معايا انت ماشي دلوقتي على طريق سريع، طريق طويل جدا، بس مهما كان طوله عمره ما هيتقارن بحاجه جوه جسمك. عارف ايه هي؟ الشرايين والاورده والشعيرات الدمويه اللي ماشيه في كل حته في جسمك. جسمك ده معمول كانه شبكه طرق عملاقه، وكل خليه في جسمك محتاجه اكسجين ودم يوصل لها. والشبكه دي يا صديقي هي اللي مسؤوله عن المهمه دي. الغريب بقى ان العلماء حسبوا كل الشرايين والاورده والشعيرات الدمويه اللي في جسمك وطلع رقم يجنن. واتضح ان احنا لو جمعناهم ومددناهم على خط مستقيم الطول هيوصل يا صديقي لحد 100,000 كيلو متر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه يا صديقي لو خدنا الاوعيه الدمويه بتاعتك وربطناها ببعض هتلف حوالين الكره الارضيه اكتر من مرتين ونص. تخيل يا صديقي جسمك لوحده جواه شبكه اطول من اي طريق او خط سكه حديد او حتى اطول من اي طريق سريع في العالم. وكل ده يا صديقي شغال ليل ونهار من غير ما تحس، علشان قلبك يفضل شغال ويضخ الدم لكل نقطه في جسمك. سبحان الخالق. شبكه طرق الهيه ادق من اي اختراع بشري واعظم من اي طريق هندسي في العالم. وده كان محتوانا النهارده، وما تنساش اللايك والسبسكرايب وشير كتير للفيديو لو عجبك.